دلوقتي انا امبارح استمعت الى الجزيره مباشر. شيخ القرضاوي عمل امبارح، كانوا عاملين له حفله كبيره في استاد قطر، وقال بالحرف الواحد: لقد اتصل بي امير قطر وشكرني على انني نزلت يوم الجمعه جمعه الغضب، فقلت له: اشكرك على انك انت الذي فجرت هذه الثوره وانت الذي رعيت هذه الثوره. انا عايز اسال سؤال. التلفزيون المصري نقل اليوم النهارده من ميدان التحرير خطبه الشيخ القرضاوي. انا عايز اساله سؤال. انت اليوم قلت افتحوا المعابر، وجبت ايات من القران الكريم كلها شماته، تتحدث عن فرعون، تتحدث عن الانتقام، وانت شيخ ديني، انت دين. وعملت النهارده تقصير العصر، جمع تقديم العصر، وهذا لا يحدث الا في الكعبه. الناس بتحج خلاص، او اذا كنت انا مسافر مثلا، لكن انت راجل قاعد في ميدان التحرير كلها عشان تعمل حفله. هل تستطيع ايها الشيخ ان تقول وانت قد اعتقلت 49 ايام الملك فاروق، ثم اعتقلت سنه 63 ايام جمال عبد الناصر، هذا الرجل من بدايه الستينات موجود في قطر خلاص، ما شربتش ميه بالمجاري، ما جربتش تشعبط في اتوبيس، ما جربتش التليفون، ما جربتش تاكل عيش بالمسامير خلاص. هل تجرؤ وانت تاتي عامل فتنه في البلد دلوقتي، هل تجرؤ ان تقول لامير قطر اللي اداك الجنسيه القطريه بدل ما نفتح المعابر، وانا على فكره بقول لك انا الذي دعوت رئيس وزراء فلسطين اللي هو الاخ حماس، كان ممثل حماس، ان يحضر مباراه الاهلي والزمالك، ودفعت الثمن، وجه وزير الصحه ايامها ناصر وحضر، عشان انا ما عنديش مشكله مع الفلسطينيين. لكن عايز اسالك، هل تجرؤ ان تقول لامير قطر والشيخ موزه سؤال واحد؟ قول لامير قطر، تقول لاسرائيل اللي فيها قواعد امريكيه وليهم قصور في تل ابيب، تقدر تقول لهم ما تبنيش مستعمره، لا بيت؟ تقدر تقول لهم اغربوا عن غزه والضفه؟ طب يعني سياده المستشار، معلش انا في حل ان انا ادافع عن الشيخ القرضاوي، لكن هو كاي مواطن مصري يلحق ان هو لا، هو ليس مواطن مصري يا استاذ لبنى، هو ليس مواطن مصري، هو ثانيه واحده كامل بس. هو مواطن قطري. انا بس هفكره بايات ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. ايها الشيخ، عايز اقول لحضرتك ارجع قطر، احنا مصريين، ولادنا دول، الشرطه دول ولادنا، والجيش دول ولادنا. سياده المستشار، يعني انا معلش الوقت للاسف يعني ضغط علينا، وانا عارفه ان حضرتك زي ما كنت بقول في كميه من المعلومات والملفات اللي اكيد هنتابعها مع حضرتك. انا ليه كلمه بس؟ اتفضل يا فندم. انا عايز اقول لكل المشاهدين ان اي حد بيقول كلمه حق للاسف الشديد بيتقطع عليه والوقت لا يسعف، انما اي حد عايز يقول مع الناس للاسف الشديد اللي هم ما بيقولوش كلمه حق، انا بقول دي بلدنا. بكره يا جماعه، بكره احنا دلوقتي بقينا جمعه مظاهرات واسبوع اعتصامات، بقول لشبابنا فوقوا يا جماعه، حافظوا على مكاسبكم، بقول تاني حافظوا على مكاسبكم عشان مصر ترجع زي ما كانت. وعايز اقول لشيوخ الفتنه والناس اللي جايين يعملوا فتنه ويركبوا الموجه، ارحموا مصر وشباب مصر، وخلوا شباب 25 يناير، شباب مصر المحترم اللي ليه مطالب، اللي هو فعلا عايز الحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه، يتقدم المشهد. بقول لاخوان المسلمين في النهايه، هذه فرصه عمركم، اذا ضاعت لا يوجد وقت. يعني رساله حضرتك وصلت سياده المستشار. وانا طبعا قطع عليا الحديث عشان تبقوا عارفين دلوقتي، لان كنت في كلام كتير عايز اقوله، لكن الاستاذه لبنى طبعا واضح احنا ما قطعناش ولا حاجه، لكن الوقت للاسف احنا يعني مع هقول الكلام ده هقوله في القناه المصريه، وهروح التلفزيون المصري اقوله، وهقوله في كل مكان ان شاء الله.